معجزة سيدنا سليمان والنملة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. ذات يوم حشر لسليمان الملك النبي عليه السلام جنوده التي سخرها الله له، جيوش الجن، جيوش الإنس، وجيوش الطير. قال الله تعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. وذلك في منظومة عرض عسكري كأبرع ما يكون، فهم يوزعون بمعنى أن لكل جيش قائد ينظمه، فلا يتقدم أحد ولا يتأخر أحد، حتى وصلوا إلى واد، والذي ذكر في القرآن الكريم باسم وادي النمل. فسمع سيدنا سليمان عليه السلام صوتا غريبا مختلفا عن الأصوات التي معه في الجيش. كان هذا الصوت هو صوت نملة تحذر النمل من سيدنا سليمان عليه السلام وجيشه العظيم، خوفا منها من أن يدهسهم وهم لا يشعرون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فطلبت هذه النملة من أقرانها من النمل أن يدخلوا مساكنهم خوفا من أن يحطمهم سليمان وجيشه العظيم وهم لا يشعرون. فهذه النملة القائدة كانت فصيحة وصاحبة رأي سديد وفكر حميد في ندائها، حيث أمرت وحذرت واعتذرت. فأما النداء فقولها يا أيها النمل، وذلك حتى تنبه قومها إلى حديثها. وأما الأمر فقولها ادخلوا مساكنكم، فقد أمرتهم بالدخول في مساكنهم. وأما التحذير فقولها لا يحطمنكم سليمان وجنوده. وأما الاعتذار فقولها وهم لا يشعرون. عندما سمع سليمان عليه السلام حديثها تبسم ضاحكا من قولها، متعجبا من فصاحتها وأدبها والتماسها العذر له ولجنوده بأنهم قد يحطمون النمل وهم لا يشعرون. حينها شكر سيدنا سليمان عليه السلام الله سبحانه وتعالى، ودعاه بالعمل الصالح الذي يرضيه، وأن يدخله برحمته في عباده الصالحين. في قوله تعالى: فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. المشهد هذا في قصة سليمان والنملة مشهد مهيب وعظيم جدا. لك أن تتخيل جيش من الإنس يسير في عرض عسكري وقوة ونظام أقدامهم، فكيف يكون الصخب والضجيج؟ لكن الصورة في مشهد سليمان والنملة جيش من الإنس وجيش من الجن وجيش من الطير، جيش ضخم يسير في وقت واحد سويا في مكان واحد، ونملة تتحدث إلى قومها. فكيف مع كل هذا الصخب والضجيج يسمعها سليمان عليه السلام؟ يا الله سبحانك، فكيف تكون دقة ورهف سمع سليمان عليه السلام؟ وما هو قوة صوت نملة ضعيفة لا تكاد ترى؟ فسبحان الله العظيم. أثبت الباحث الدكتور روبرت هيكلين أن النمل يتكلم تكلما حقيقيا، وتصدر عنه ترددات صوتية في مجال الصوت المسموع، إلا أن هذه الترددات تحتاج إلى أجهزة متناهية في الدقة من أجل التقاطها وتسجيلها. ويضيف الدكتور روبرت: نعم، للنمل لغة مخاطبة في الكلام تبلغ 12,000 نوع من هذه اللغات والأصوات، فتبارك الله أحسن الخالقين. الدروس والعبر من قصة سيدنا سليمان عليه السلام والنملة. معرفة نبي الله سليمان عليه السلام.
هو نبي الله سليمان ابن نبي الله داود عليهم السلام. نشأ في بيت نبوة، وقد عين النبي داود ابنه سليمان لتولي المسؤولية من بعد وفاته، وورث من بعده سيدنا سليمان الملك. كان يتمتع بالكثير من الحكمة والسلطان والعلم والذكاء، وقد أعطاه الله الكثير من المعجزات كالتحكم في الرياح والجن والتواصل مع الحيوانات. فمن خلال هذه القصة تميز سليمان عليه السلام بصفات منها الشجاعة والحكمة وحسن التدبير، المداومة على شكره لله تعالى، الصلاح والتقوى، القدرة الفائقة على الفهم. دروس النملة للبشر. أعطتنا هذه النملة درسا في الإتقان وعمل اليقظة والحراسة. قد أراد الله عز وجل أن تكون هذه القصة عبرة للكثيرين، فالإنسان مطالب بإتقان عمله وعلى أكمل وجه، أن يكون دوما حريصا على سلامة الآخرين، أن يكون لديه انتباه والتزام بقواعد العمل، أن يكون دائما على حذر، أن يضع المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، أن لا يتهاون في أداء المهام، أن يحسن إدارة الأزمات بوعي واهتمام، وأن يكون واع بالمسؤولية والعمل على أدائها. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.